أكبر الله أكبر الله أكبر خالق كل شيء وهاديه ورازق كل حي وكافيه. الله أكبر جامع الناس ليوم لا ريب فيه. الله أكبر عدد ما خلق وذرأ وبرأ وعدد ما الله أكبر عدد ما ذكره الذاكرون وسبحه المسبحون وسجد له الساجدون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عباد الله اتقوا الله وعظموه وكبروه في هذا اليوم المبارك العظيم، واحمدوه على ما هداكم واشكروه واذكروه ذكرا كثيرا ومجدوه وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين. واعلموا رحمكم الله أن الكيس الفطن من تزود من حياته لمماته ومن ادخر من دنياه لآخرته. ذلكم والعبد الذي قرن بين الإيمان والعمل الصالح، ولا يقبل الله إيمانا من غير عمل ولا يرفع عملا ليس معه إيمان. هما قرينان لا يفترقان وصنوان لا ينفصلان، إيمان وعمل للصالحات بهما يدرك العبد الفوز في الدنيا والآخرة وبهما ينال الرحمة والغفران. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريئة. وقال تعالى: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. عباد الله احذروا أن تكونوا من المفلسين يوم القيامة. المفلسون هم أناس جمعوا من الحسنات ما شاء الله واحتقبوا من الخيرات شيئا كثيرا، احتقبوا صلاة وصياما وذكرا وقراءة للقرآن، ولكنهم فرطوا في حقوق خلق الله ولم ينتبهوا إلى المعاملة مع عباد الله، فأتوا يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ولكنهم حقبوا واحتقبوا معها ظلما واعتداء وأكلا لأموال الناس بالباطل، فصاروا يوم القيامة من المفلسين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقام عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. وهذا هو الخسران المبين والفشل العظيم. وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فاحرصوا رحمكم الله على صيانة ما جمعتم من الحسنات وحماية أعمالكم من الإبطال والإفساد، وذلك بتجنب الظلم وإرجاع الحقوق لأصحابها وبأطر النفس عن الاستعتاب والاستعفاف والتوبة إلى الله تعالى بإرجاع الحقوق إلى أصحابها. وصونوا تدينكم
وصونوا أيها المؤمنون تدينكم وعباداتكم بالخلق الحسن والشيم الفاضلة، ولا يكون هم الإنسان من دينه أن يكون حسن العبادة كثير القيام بين يدي الله عز وجل قارئا للقرآن، ولكنه سيء الخلق مع أهله وجيرانه ومعارفه. احرصوا رحمكم الله على الأخلاق الفاضلة، فإنها أثقل ما يوزن في ميزان العبد يوم القيامة. وإن الإنسان ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم لا يفطر والقائم لا يفتر، فتتحول عباداتنا وتؤثر في أخلاقنا وتؤثر في معاملاتنا وسلوكاتنا، وإلا كنا من هؤلاء الناس الذين حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حالهم ومصيرهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عباد الله، يومكم هذا يوم عيد، ويوم العيد في الإسلام مناسبة لإعلاء كلمة الله ولذكر الله عز وجل، وهو أيضا إعلان لتفرد هذه الأمة وتميزها ولشخصيتها المستقلة، وهو أيضا مناسبة لإحياء الروابط الاجتماعية وتقويتها ووصل من قطع منها. العيد معاشر المؤمنين والمؤمنات مناسبة لكي نصلح ما أفسده الزمان من علاقاتنا، ولنزيل الشحناء والبغضاء التي ربما امتلأت بها قلوبنا، ولنعيد إصلاح